بونسوار للكل. بس بدي انطر شوي بعد لا شوي عدد من الناس يفوت على هيدا اللايف. يعني بشكر 100,000 مقاتل يلي كانوا صراحة عم بيحرروا القدس من حساب سامية على الانستغرام. يعني من سنة ونص أنا ممنوع أطلع لايف. كل اللي متابعني من 2017 بيعرف إنه أنا على طول كنت أطلع لايف، وعندي قصة وطن تحت احتلال يلي بستضيف فيها سياسيين، بستضيف فيها محللين سياسي، بستضيف فيها علماء نفس حتى، لأن هيدي الصدمات اللي عم ياخدها المواطن كان مفروض يكون في توعية على كل شيء بوطن تحت احتلال. فال100,000 مقاتل منعوني اطلع لايف. يعني اللايف مشي من شي شهر، بس بعد ممنوع اعمل فولو باك لحدا، ممنوع اعمل لايك، ممنوع اعمل كومنت. فاذا كان التحرير من حساباتنا تسلوا لإلكم، يعني بدل الحساب بنطلع في عنا مليون وسيله نطلع نعلي صوتنا. على كل حال انا بس رح بلش لأن بعرف إنه التوقيت فجأة أنا أعلنت إنه بدي أطلع لايف بهيدا الوقت، ولأن بعرف بهيدا الوقت كتار ناس بيكونوا بأشغالهم، كتار ناس بيكونوا على الطريق، كتار ناس بيكونوا مشغولين بهمومهم المعيشية والاقتصادية. يسعد مسا الجميع. أنا اشتقت كتير لللايف على الانستغرام. هيدي المساحة يلي خلتني عن جد كون حد الناس، وكنت أول من حكي بكل فخر عن قصة وطن تحت احتلال. في ناس مثل ما دايما بكرر قالت وبتضحكت إنه سامية وين شايفة أنت في جيوش بالبلد، إنه في جيوش إيرانية بالبلد، وين شايفتين لتقولي وطن تحت احتلال؟ قلت لكم انطروا شوي، الايام رح تفرجيكم شو عم بيصير بالبلد، وكنا نحكي عن المخطط اللي عم بيصير بالبلد. وللاسف رغم معرفه كتار من المسؤولين، ما بعرف اذا بعد فينا نسميهم مسؤولين، ما بعرف اذا لازم نتحفظ على كلمه مسؤولين، رغم معرفه الكتار من اللامسؤولين اليوم بالوضع اللي نحن واصلين له، لا ضلينا مستمرين وكأن البلد بلد طبيعي، وكأن البلد بلد عادي، وكأن ما في شيء. يعني انفجار عادي بكل بلد بيصير فيه تفجير مرفأ، سرقة بالطاقة عادي بكل بلد، فيه كوربشن وفي فساد وفي سرقة، دواء سرطان خرطوه بدواء مي وما تحسبت المسؤولة عادي بتصير بكل بلدان العالم. سامية لشو عم بتكبريها؟ باخرة نترات تانية فاتت على مرفق بيروت، بعد هلا ما بنعرف شي عنها، وما حدا رجع جاب سيرتها. بس عادي، ما اللي انفجرت قبل ترجع تنفجر مرة تانية، وبلا 220 ضحية اللي سقطوا بصير في عنا شي 4 مليون ضحية. هيك بلا ما تعطوهم كتير وقت ليفضوا البلد من اللبنانية. يعني إذا بدنا نحكي عن شو أو شو بدنا نحكي عن شو ولا شو بدنا نحكي؟ إذا قليلكن على الطرقات الموت، يا خيي ضولنا ضو بس عادي. ما انت بتضوي العالي بالسيارة وخلص بتمشي، بتتكلي على ربك، يكون عندك ايمان وبتصمدي وبتتكلي على ربك، وربنا بيحميكي من حوادث السير، لان على العتمة انت ماشي على التايمة والحفر الهبات اللي وصلت على لبنان والمصاري والمساعدات اللي وصلت على هيدا البلد كانت عملت 3 بلدان غير لبنان. يعني قديش انتو فجعانين مصاري، وفجعانين سرقة، وفجعانين مراكز، وفجعانين قلة ضمير، وفجعانين قلة حياة، وفجعانين قلة إنسانية، لأنكم شايفين حتى اليوم البلد هو منه بلد غير قابل للعيش أبدا، وبعدكم عم بتقولوا لنا اصمدوا وكون عندكم إيمان، وهيدا بلد مثل طائر الفينيق، ولك يخرب بيته هالفينيق. يعني كان لازم ينتحر أو لازم ما بعرف على أي أساس عم بتقولوا للمواطن هيك؟ الدولار صار ب91,000،
ادويه ما في، مرضى السرطان بدهم يعبوا طلب عبر وزاره الصحه لياخذوا علاجهم ليأمنوا لهم العلاج، وياما في طلبات عم تنرفض. طب ليه عم تنرفض؟ ما عم نعرف. يعني في امور عن جد ما لازم نسكت عليها. بس اليوم انا طالعه تحديدا هيك الاستفتاحيه للعوده على البث المباشر للانستغرام، طالعه لعيون وزير التربيه. يعني طالعه برساله هيك من القلب لوزير التربيه الاستاذ القاضي اللي مفروض يعرف بالعدل وبالحق، ويعرف انه هيدي الوزاره اللي هو وزيرها هيدي اهم وزارات بالبلد. هيدي الوزاره هي اساس هيدا البلد. يعني انت ما عندك بلد اذا ما عندك تربيه، اذا ما عندك مدارس، اذا ما عندك جامعات. بيقولوا اذا القضاء بخير والتعليم بخير يعني نحن بخير، يعني البلد بخير. نحن بلبنان القضاء حدث ولا حرج، ما بدنا نحكي عن القضاء اليوم، وانا طالعه برساله كتير مختصره. بس نحن اليوم بلبنان لا قضاءنا بخير، ولا التعليم بخير، ولا نحن بخير، ولا البلد بخير. حاجه تكذبوا على هالناس وتعطوهم انه لازم تضلكم عندكم امل. يا خيي حتى هيدي اتفاقيه السعوديه وايران اتفاقيه دوله بين دوله، يعني وبدها شهرين. يعني انتم بلبنان كل يوم عم نوعى على مصيبه وعلى خساره. يعني نحن ما فينا بقى نتعلق بامل خارج البلد، ونحن بقلب البلد ما عم نعمل شيء. يعني مفروض نحن نعمل لنرجع نتعلق بأمل من برا، لأن الشغل الداخلي على العمل الخارجي الإقليمي اللي عم بيصير بنقدر نوصل لحل. خلونا بوزير التربية. يعني وزير التربية طلع مع مرسال غانم بحلقة، أقل ما يقال إنه يا ريته ما طلع. يعني استهزاء بالعالم، استهزاء بوجع الناس، استهزاء بالأساتذة، استهزاء بمصير التلاميذ، استهزاء بالمعلمين والمعلمات. وما عم يفهموا انه الأساتذة ما عم يشحدوا. على فكرة الأساتذة بس عم يعملوا إضراب، مش عم يعملوه نكاية فيكن، مش عم يعملوه كيدية سياسية أو نكاية سياسية. لا، الأساتذة مفروض انه ما بيشتغلوا هيك. يعني إذا أنتم بتشتغلوا كيديات ونكايات سياسية، الأساتذة عم بيطالبوا بحقهم، يلي مش واصلهم من سنة الماضية بلا ضمير. الأساتذة اليوم بالبلد صاروا شحادين لأن عم بيطالبوكم بحقهم. الأساتذة بعد مش مدفع لهم مستحقات سنة الماضي، والسنة بعد مش مدفع لهم شيء. قرر وزير التربية العظيم انه يمرق $100 عن اول 3 اشهر، بيرجع بمرق لهم ب20 اذار هلا اللي جاي $200 بقسطهم لان ما في مصاري. وين اموال الجهات المانحه؟ وين الهبات؟ وين عم بتروح المصاري؟ وين عن جد الشفافيه بانك وقت تقبض هول الاموال من الجهات المانحه انت وين عم تصرفها؟ وين المصاري عم بتروح بالوزاره؟ يعني مصير تلاميذ حضرتكم مش سألانين عنه. ونحن بس نحكي عن مدارس المهدي يا حضرة الإعلامي مرسال ما منكون عم ندق بشي ديني، ما منكون عم ندق بشعارات دينية، بس عم نحكي عن دويلة حزب الله يلي عم تعمر على حساب دولة جمهورية لبنان الكبير. ما منكون عم ندق بشعارات دينية، منكون عم نقلكن إذا بعد مش منتبهين المشروع الاحتلال لهيدا البلد عم يتنفذ خطوة خطوة. نحن قلنا، أنا شخصيا ما بدي أحكي عن غيري، أنا اللي متابعني على الانستغرام بيعرف اللي من آخر 2017
وكان عندي غير هيدا الحساب وتسكر. بقلكن عن الخطة هيك التدميرية الممنهجة للمؤسسات. يعني يوم بعد يوم بدكم تشوفوا انه مؤسسات الدولة عدا عن انها مسروقة منهوبة، والعملاء اللي متحالفين مع الميليشيا، شو بدي بهالقصص، رح تشوفوا انه نحن ما رح يصير يضل عنا مستشفيات، ما رح يبقى عنا صحة، ما رح يبقى عنا سياحة، ما بقى رح يبقى عنا مصارف، ما بقى رح يبقى عنا قضاء، ما بقى رح يبقى عنا تربية وتعليم. انتوا بتعرفوا انه المدارس الرسمية السنة بعد ما فاتوا التلاميذ على المدرسة، هيدي اولا. ثانيا انتوا بتعرفوا انه في كتير من الاهالي نقلوا اولادهم من المدارس الخاصة للمدارس الرسمية بعد هيدي الازمة الاقتصادية. في اساتذة بتقول انه كانوا عم يستشيروا وزير التربية انه اذا رح تدفع لنا نحن رح نفتح السنة ونبلش ونستقبل تلاميذ من المدارس الخاصة، بس اذا ما قادر تدفع لنا، اذا عن جد ما في مصاري إلنا لحتى ما نصدم هول الاهل اللي عم ينقلوا اولادهم، ولحتى نكون واضحين مع كل تلاميذ المدارس الرسمية. قال لهم وزير التربية طبعا لا، بدي ادفع لكم وافتحوا عادي. تلاميذ المدارس الرسمية لليوم بعد ما فاتوا على المدرسة. هلا الأسبوع الماضي أو من كم يوم اندفع رشوة $50 لكل مدير بيفتح المدرسة الرسمية. هلا في طلاب أنا بعرفهم بالمدارس الرسمية وأهل أنا بعرفهم، سألتهم إنه شو عم يتعلموا، يعني فايتين هلا عم يتعلموا المنهج من أول وجديد. طب أنا عم قارن بولادي بالمدارس الخاصة. مدارس الخاصة يعني اليوم خلصت أكثر من نص المنهج، وخليني أحكي تحديدا عن البريفي هون تحديدا. يعني المدارس الخاصة اللي خلصت تقريبا نص المنهج، بالمقابل هول الطلاب تبعوا المدارس الرسمية اللي فاتوا مثلا الجمعة الماضية فتحت المدارس الرسمية البعض منا، قلت لهم شو عم ياخدوا هلا بالمدرسة؟ دوامهم ل 12 عم ياخدوا ماث، فيزيكس، كيمستري، بيولوجي. باقي الاساتذه ما قبلانين يجوا، والمنهج من الاول، يعني مبلشين من الاول عال. طب انا هون عندي سؤال. اليوم كمان عم بيقولوا انه بكره في اضراب للمدارس الخاصه، كمان حقوق المعلمين والمعلمات. في مدارس عم تدفع للمعلمات جزء بالدولار، في مدارس لا ما عم تدفع. بس انا هون السؤال لوزير التربية تحديدا، اللي ما قادر يدفع للمعلمين والاساتذة، واللي بيقول بحلقة صار الوقت انه الحق على مجلس النواب تفضل يلاقي حل. انت بتعرف انه اليوم المجلس النواب ما في يجتمع، لان بس بيجتمع لانتخاب رئيس لهيدي العصفورية للمزرعة اللي نحن عايشين فيها. بيرجع بيقول الحق على الحكومة. طب انت وزير بهيدي الحكومة. بيرجع بيقول الله يساعد هالوزير شو بده يحمل ليحمل. حبيبي بدي اقول لك شغله، انت وقتها طلبوا منك تكون وزير بحكومة مئاتي او بالحكومة ما بعرف مين، المهم وقت اللي تسلمت هيدي السلطة وقعدت على الكرسي، انت اذا ما قادر تعمل شيء ما مفروض تعمل مثل جبران باسيل مثلا وتقلنا ما خلوني جيب الكهرباء، مش بايدي الله يساعد وزير الطاقة. ما مفروض تكون مثل رئيس الجمهورية ميشيل عون، ايه كنت بعرف بوجود النترات بس ما خلوني، ما عندي صلاحية. يا خيي مين اللي ما عم بخليك؟ مين اللي اخذ صلاحيتك كوزير تربية؟ ليه اليوم الله يساعد الوزير؟ يعني اذا الله يساعد الوزير هالقد، انت ليش بعدك متمسك بوزارة التربية لليوم؟ انا ما عم بفهم. يعني الله يساعد وزير التربية، وانا بلوم النواب، وانا بلوم الحكومة، والاساتذة يطولوا بالهم علينا، ولا مش سارقين كل شيء، ولا ما في سرقة بوزارة التربية. عن جد ما في سرقة بوزارة التربية؟ عن جد من كل عقلك مأكد انت ما في سرقة من وزارة التربية؟ يعني اذا بدنا نفتح ملف وزارة التربية
خليني اقول من ايام الياس بوصعب يلي فتح موقع البي ام يو على اساس هو يكون موقع الشفافيه لنحط وين عم بتروح مصاري الهبات المانحه، وين عم بتروح هيدي المساعدات. فوتوا اليوم شوفوا الموقع شو هو، فوتوا اليوم شوفوا هيدا الموقع شو هو. حضرة وزير التربيه بدي اقول لك شغله، البلد اليوم مش بحاجه لامثالك من الفاشلين. أنا بس كنت قل لهم إنه يا خيي ما بدنا حكومة من 20 أو 18 أو 16 وزير بوطن تحت احتلال، يا عمي بدنا حكومة بالحد الأدنى تكون وزير اقتصاد مثلا، وزير مالية، وزير صحة، وزير تربية، بلاهم هول المهجرين، وزير دولة، وزير سياحة، وزير صناعة، وزير الأشغال اللي عم يعمل اليوم إنجازات فظيعة عظيمة رهيبة. بعدين كمان منوجه له هيك لايف محترم كتير ومخصص له. بس نحن اليوم يا حضرة وزير التربية في طلاب رسمي، وخليني احكي اللي عندهم تقديم رسمي السنة عن شهادة البريفي، اللي فتحوا جمعة الماضي مدارسهم بلشوا المنهج من أول السنة. يعني نحن اليوم بأذار، نيسان، أيار، حزيران موعد التقديم الرسمي. ب3 أشهر مفروض هول الطلاب إذا ما صار في بعد إضراب تاني يخلصوا المنهج مثل المدارس الخاصة. طيب، والمفروض إنه يعني بالعقل وقت اللي يكون في مشكلة مع المال أو وزارة التربية ما عندها تمويل كافي وبلد منكوب مأفلس ما بيقدر يعمل امتحانات رسمية، بس وزير التربية مصر انه الامتحانات الرسميه رح تصير ومش رح تنلغى، وفي نواب عم يتدخلوا ويحكوا ويقولوا له ضروري تلغي الامتحانات الرسميه اصلا لان ما في مصاري لتعمل امتحانات رسميه. فشو بدك تعمل لتعمل؟ عشو عم تتكل؟ ليش بدكم تعذبوا التلميذ والاهل والمعلمات والدنيا والكوكب وانت ما معك مصاري؟ مصر يعمل الامتحانات الرسمية بحزيران. طيب، بنقول له يا حضرة وزير التربية هول الطلاب الرسمي تحديدا، الرسمي يلي عم نعتبر انه ما رجعت عملوا اضراب، لا مكفيين، هول الطلاب ما رح يلحقوا يخلصوا المنهج كله. برد علينا بيقلنا ما منشيل شوية حشو من المنهج، منخفف دروس، وبنعمل الامتحانات الرسمية خلينا نقول بأول تموز بدل ما نعملها بحزيران. ما بعرف شو مفروض ينقال، بس ببلد عن جد مش منتبهين انه في جيل بأكمله عم يخسر، مش عم يخسر، خسر سنة من حياته بالمدرسة من وراء مجموعة حمقى دايرين وزارات ودايرين بلد وكل همهم انهم يستفيدوا على ظهر المواطن. اليوم اذا حتى ما صار في امتحانات رسمية بالبلد مفروض بينعطى افادات لهيدا الطالب البريفي، عم بحكي بينعطى افادة من المدرسة. يعني انت اذا ناجح ببيئة دراسة بخلال العام تطلع على صف السكوند باك 1 اللي هو. بينما بالمدرسة الرسمية يلي هن اضراب من اول السنة فتحوا من جمعة وما بنعرف اذا بيرجعوا بيعملوا اضراب، ما بيرجعوا، شو بيصير، كيف بده ينعطى افادة لهيدا الطالب؟ يعني هيدا الطالب بالمدرسة الرسمية كيف على اي اساس بده ينعطى افاده؟ يعني مفروض يرجع يدرس المنهج لصف البريفي ليرجع يطلع من صف البريفي على السكوند او الباك 1 او اللي هو او هلا المعروف بجريد 10، لان ما معقول طالب بالمدرسه الرسميه ما يكون دارس المنهج تاع البريفي او لنقول واصل لجزء منه يطلعوه على جريد 10 انه خلص اخذ افاده وطلع، ساعتها بجريد 10 بده ياكلها
بده يعيد السنة. بكل الأحوال الضحية هو الطالب بلبنان. هيدا وما فتحنا قصة الجامعة اللبنانية. الجامعة اللبنانية يلي جمعة الماضي نزل فيديو لصبية مصورة عن جد بالجامعة اللبنانية الحدث. شوفي صور، شوفي آيات. هلا بيقلنا، هلا إذا سمعني مرسال بيقول لي ما تدقي بالشعارات الدينية. إذا مش منتبهين إنه معالم البلد عم تتغير مصيبة. إذا مش منتبهين إنه التعليم بلبنان يدمر عمدا مصيبة. إذا مش منتبهين إنه في دويلة عم تزدهر على أنقاض دولة مصيبة. وإذا منتبهين ولأنكم متواطئين بملف هالقد قده مصيبة أكبر. ولعلم البعض، بليز ما حدا يقول لي انت عنصريه وانت يا لطيف كيف بتميزي بين البلدان والطالب السوري هو لاجئ ببلدك هربان من حرب. ما تفوتوا لي بهيدي الدباشه، لان رجاء ما إلي جلد هيدا اللعي والحكي يلي اليوم ما بيساعدني ولا بيقدم ولا بيأخر. انا عم جرب لاقي حلول للكل. انما بس تفتح المدرسه الرسميه بعد الظهر للطالب السوري وما تفتح للطالب اللبناني يلي استاذه مش اخد حقه، يلي بده يشحد المفروض ليروح يعلمه، مصيبة. يعني صار النازح السوري، وما تاخدوا عنصرية رجاءً، لأن أنا اليوم أنا على بلدي ما بدي حدا. أنا قضيتي اليوم لبنان، وأنا اليوم قضيتي الطالب اللبناني. وأنا بس شوف إنه في طالب لبناني بسبب مجموعة حمقى سرقوا وزارة التربية، والأستاذ عم بيعاني وما قادر ما معه يروح يعلم، ما معه يحط بنزين يروح يعلم، ما قادر، مش قابض من سنة الماضي مستحقاته يا جماعة. بس لاقي انه هيدا الطالب اللبناني ما عم يتعلم، بس بالمقابل في طلاب نازحين سوريين لا عم يتعلموا. لا، انا هيدا الشيء بأكد لي انه بس كنا نطالبكم انه صار في مناطق آمنة بسوريا، والرجعة على سوريا بدها هيئة الأمم وبدها رجعة عن دراسة. ما عم نقلكم ارجعوا هلا، يعني تطلعوا بتاكسي ويرجعون على سوريا هلا. الدولة اللبنانية عم تستفيد من كل نازح سوري بالبلد. الأمم عم تدفع للنازحين السوريين، فالدولة اللبنانية طبعا بدها تستفيد وبدها تعلم السوري النازح. واخر هم الطالب اللبناني، خسر سنة ما خسر سنة، اهله فقعوا ما اهله فقعوا، على اساس نحن هيك عم نكب مصرياتنا اليوم بالمدارس بس كرمال وزارة التربية هي تقرر انه ما بدها تدفع للاستاذ، ما معها، بس معها تفوت ما بدي اقول تفوت لان ما فاتت اصلا بمناقصه، مع انه تعمل صيانه لوزاره التربيه وتنظيفات وصيانه للمدارس، مثل قصه الكاميرات كمان اللي حطهم وزير التربيه الاسبق بالمدارس، قال ليمنع الغش ليمنع الطلاب يغشوا، حط لهم كاميرات هيك بالتقديم الرسمي، ما بكفي الطالب ضغط نفسي، قال في كاميرا، وما كانوا مشغلين اصلا، اساسا ما اشتغلوا الكاميرات بالمدارس الرسميه. يلي بدي اقوله انه اليوم وقت الطالب السوري بيتعلم واللبناني يبطل يتعلم،
ووقت النازح السوري يتفوت على مستشفى ويتعالج، بينما المواطن اللبناني ما يلاقي مستشفى وما حتى يسلموا جثة لأهل هيدا الضحية إلا ما يقبضوا. بتعرفوا إنه عم بيصير في لا في تهشيل للبناني من البلد، عم بيصير في تهشيل، عم بيفللونا من البلد. يعني اليوم بلبنان اللبناني بفل، لا بس الطالب السوري بيعيش بلبنان، بيقبض، بيتعلم، بيتطبب، بس اللبناني بفل لأن لا بيقبض ولا بيتعلم ولا بيتطبب. وزير التربية، إذا عندك ذرة إحساس بمسؤولية، وإذا عن جد عن جد عن جد أنت ما إلك خصة، يعني بدك حكومة وبدك مجلس نواب، تفضل قدم استقالتك من الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، اليوم قبل بكرة. تفضل قدم استقالتك. وعلى فكرة $100 اللي اندفعت عن 3 أشهر لبعض الأساتذة، في أساتذة قبضوا 20، في أساتذة قبضوا 40، في أساتذة قبضوها لل100، بس هو المفروض يقبضوها $100. يعني انت على اي اساس توزعت ال20 وال40 وال60 وهالتفاوت بين الاساتذه؟ نحن ما بنعرف وممنوع نسال، لان اذا سالنا بنكون عم نهين وزير التربيه وعم نتدخل باشياء نحن ما خصنا فيها. انا بدي اقول شغله، اليوم مسؤوليتنا كلنا، مش بس مسؤوليه الاستاذ. اليوم وقت يصير العام الدراسي بخطر، ووقت اللي يصير العلم بلبنان بخطر كتير كبير، هيدا الشيء أخطر علينا من السلاح الغير الشرعي. هيدا الشيء أخطر من السلاح الغير الشرعي على البلد. وقت اللي يدمروا العلم بالبلد، يعني عم يمحوا بلد، عم يحرموا جيل كامل من العلم. يعني اللي طالع عنا بالمستقبل، إذا طلع عنا مهندس بده يطلع بشهادات مزورة، بنيات رح توقع. إذا طلع عنا أطباء كمان رح يطلع طبيب، تخيلوا تعلم بحقبة ميشيل عون والاحتلال الإيراني، تخيلوا شو هيدا الطبيب اللي بيكون عنده ضمير بده يكون. اليوم واجبنا كلنا، مش بس الأساتذة اللي عم بيعلوا صوتهم، الأساتذة ما عم يشحدوا. اليوم المفروض من الأهل ما يبعتوا أولادهم على المدارس. يعني إذا المدير اللي قبض $50 وفتح المدرسة عذبكم ودفعكم ترانسبور لتجيبوا ابنكم كرمال استاذين بس موجودين، كرمال ماث فيزيكس بيولوجي كيمستري، أو كرمال ماث وعربي، وباقي المواد ما عم يعطوها، ما حدا عم يجي. المفروض انتو كأهل قبل الأساتذة تنزلوا تتظاهروا بوجه وزير التربية، ومفروض انتو كأهل تطالبوا بحقوق هيدا الأستاذ، بحقوق هيدا الأستاذ، لأن انتو وقت اللي تحموا هيدا الأستاذ عم تحموا ابنكم. مفروض تكونوا صوت واحد مع هيدا الأستاذ اللي عم بيواجه هيك عالم حرامية وفاسدين وعم ياخدوا له حقه وتعبه، لا ويهدموا القطاع التربوي بلبنان. ما نحكي عن الجامعات، وما نحكي عن القصص اللي عم بتصير بالكواليس، وما نحكي عن اللي صاير قبل بوزارة التربية، وبلا ما أذكر بالشهادات المزورة يلي انعطت. نحن بنستاهل على فكرة يلي وصلنا له، نحن كتير بنستاهل اللي وصلنا له اليوم، لأن نحن ما حسبنا حدا. ما في حدا تحاسب على جريمة، ولا حدا تحاسب على سرقة، ولا حدا تحاسب على انه ما نفذ القانون، ولا حدا تحاسب بالبلد على شيء. جريمة ورا جريمة، سرقة ورا سرقة، فساد ورا فساد، قطاع عم يتدمر، بلد اتدمرت مؤسساته على حساب المواطن اللبناني،
وبالمقابل في دويلة عم تزدهر، وبس نقول لهم احتلال، وبس نقول لهم في احتلال عم يقدم الدولة ومؤسساتها، ما بقى تحكوا برئيس، بيقولوا لنا ما تحكوا بالسلبي رجاء، وما تخلوا الناس تشعر باحباط. ولك البلد راح بعد الناس ما بدها تشعر باحباط. عن جد عم بتقولوا الناس ما بدها تشعر باحباط؟ الدولار اليوم ب 91,000، الدولار يمكن يوصل للمليون. الدولار وقت اللي كان موريس متا يقول من 2017 يقول الدولار واصل لل100,000، كان في عالم تضحك عليه، كان في عالم تقول يا عمي شو هيدا عم بهلوس. والله راجعوا الفيديوهات القديمه واللايفز القدم على الانستا، كان في عالم تقول له لموريس انت اكيد عم بتهلوس او انت عم تنفذ شيء اجنده لتخوفنا. طيب في ملفات فساد عم تطلع على الهواء، في ملفات بالوثائق عم تطلع بتخص وزاره التربيه والطاقه، ولك لو في حدا عنده ضمير منكم بطالب انه يكون في تحقيق بهول الملفات تراجعون. نحن ما عم نعمل ارشيف للتي في لنحطهم بالارشيف. ولك وصلت معكم انه ارشيف حتى وزاره الاعلام لتلفزيون لبنان ينسرق. هل قد بدكم تمحوا حضاره لبنان كلها؟ ما عم بفهم عن شو ولا شو بدنا نحكي. اليوم وزير التربيه وقت اللي نقول لك الغية لشهاده البريفيه، لان احنا عارفين لوين واصلين. حبيبي انت ما دافع للاساتذه مستحقاتهم من سنه الماضي، مين بده ينزل يراقب؟ مين بده ينزل يصحح؟ منين بدك تجيب ورق؟ منين بدك تجيب بنزين للاساتذه ليروحوا على المدارس؟ طب بتأمن للاهل تحديدا اهالي طلاب المدارس الرسميه، بتأمن لهم بنزين ليروحوا يوصلوا اولادهم على مطرح ما بدهم يعملوا الامتحانات وينطروهم برا بتموز بطاقة الشمس؟ بتأمن لهم انت البنزين؟ على اي اساس عم تتفرعنوا بعضكم؟ ولك على اي اساس بعضكم عم تتفرعنوا؟ مفروض اصلا في اموال وصلت للمركز التربوي للمناهج، ونحن منهجنا بعده من سنة 97 وما قبل ما اندقر ما نطلع فيه نظرة. في مليارات الدولارات انبعتت كرمال تطوروا المنهج التعليمي، واليوم في مصاري من الأمم عم توصل على NGOs، وهيدي الNGOs هي اللي عم تبعت المصاري لمدارس معينة لأساتذة معينين. على أي أساس ما بنعرف. وزير التربية اليوم إذا ما بتستقيل، وإذا ما بتلغي الامتحانات الرسمية، وإذا ما بتعطي التلميذ حقه والطالب حقه الشرعي إنه يتعلم، وتعطيه للمعلم حقه، انت معناتها عم تسرق من مصاري الأمم. إذا انت ساكت هالكم شهر، انت بعد كم شهر رح تطلع وتلغي الامتحانات الرسمية، وبتكون قبضت منيح من مصاري الأمم أحساب الطلاب بلبنان وحساب اللاجئ السوري كمان. ما تقلنا انه انت عم بتجرب تعمل، انت ما عم بتجرب تعمل، انت طلعت عم تتمسخر. انت نسرين شاهين ما قدران تواجهها لأن معها حق ومعها اوراق ومعها وثائق. انت اليوم اذا ما بتستقيل يعني انت عم تستفيد من كل هالتعطيل بوزارة التربية من مصاري الأمم، وساكت هالكم شهر لتقبض، ومن بعدها بنسمع الصرخة. بكل الأحوال أنا اليوم بتمنى على الأهل إنه عن جد يوقفوا حد الأساتذة، لأن الأساتذة مش شحادين، الأساتذة حقهم منهوب مثل أموال المودعين،
مثل الأطباء، مثل النرسات، مثل كل شي بالبلد. بتمنى على الأهل عن جد يعلوا الصوت ويوقفوا حد الأساتذة ويطالبوا وزير التربية بإعطاء المعلم حقه. خلينا نشوف هلأ ب20 آذار إذا عن جد رح يعطيهم حقهم. وبتمنى عليك يا وزير التربية إنه عن جد استحي قبل ما تقدم معايدة تحية واحترام وانحناء أمام الأستاذ بعيد المعلم، ولك قبل التحية روح اعطيه حقه لهيدا الأستاذ. قبل التحية استحي إنك توجه له تحية بعيده. قبل التحية استحي إنك تقول عنه إنه هو شحاد. وقبل التحية استحي تقول الله يساعد وزير التربية، لأن أنت مش ماضي تعهد إنه أنت ما فيك تفل من وزارة التربية. فيك تقدم استقالتك من أول لحظة عم بيصير فيها السرقة والنهب وعم بيصير كل شيء عكس حقوق الطالب بلبنان. ما بعرف شو بعد بده الواحد يحكي، بس بدي أقول إنه بالفعل قطاع التربية بخطر كتير كبير، والضحية هن ولادنا، والضحية هو نحن. والسكوت عن اللي عم بيصير اليوم بوزارة التربية جريمة. وأنا رح تابع شو عم بيصير بوزارة التربية، رح تابع خطوة بخطوة، لأن واجب علينا بتصور كإعلام ما نعمل بس ضجيج إعلامي. يعني وقت يصير الحكي ضجيج بصير الصمت مفيد أكتر. رح كفي بهيدا الموضوع ورح نشوف لوين الأمور رح تودي، وبعتقد ما رح نوصل عمطرح فيه خير لهيدا البلد ولإلنا كمواطنين. وبتمنى من الإعلام اللبناني صار الوقت إنه أنتو خففوا ضجيج بوقت المواطن عم بيعاني. استحوا وما تعملوا حلقات بس استهزاء بحق الطالب والأستاذ والمواطن. استحوا عدمكم، لأن بالفعل أنتوا سلطة رابعة. بحب ذكركم بس اليوم وقت اللي سقطت كل السلطات صرنا السلطة الأولى بالبلد والوحيدة. صرنا السلطة اللي لازم نراقب ونحاسب، من المواطن للمسؤول. وختاما عشية ذكرى 14 آذار، عشية ذكرى تضامن الشعب اللبناني لياخدوا بالطار. عشية ذكرى 14 آذار يلي للأسف يبدو البعض سكر وصدق حاله أنه هو أخرج الجيش السوري من البلد. عشية ذكرى 14 آذار بدي أقولكم أنه نحن عم ندفع ثمن تسوياتكم الترقيعية من 14 شباط 2005 لتاريخ هيدي اللحظة. اللي اغتال رفيق الحريري اغتال لبنان. اللي اغتال رفيق الحريري شال أول عقبة توقف بوجه المشروع الإيراني المتمثل بسلاح حزب الله. ونحن اليوم عشية 14 آذار 2023 صدر الحكم محكمة الدولية لرفيق الحريري، بس ما تسلموا المطلوبين. تفجير مرفأ بيروت ما بنعرف، أكيد ما في عدالة. وقت اللي شيطنوا التحقيق ووقت اللي انقلب المجرم صار ضحية والضحية صار مجرم، ما عندي الثقة إنه نعرف الحقيقة. بس بدي أرجع عيد وكرر إنه بعشية 14 آذار
نحن عم ندفع ثمن تسوياتكم الترقيعية من 14 شباط 2005. هل من ضعفكم؟ هل من عملتكم؟ هل من طمعكم؟ هل من خوفكم؟ هل من جشعكم؟ هل من غبائكم؟ نتيجة وحدة، لبنان والشعب اللبناني عم يدفع ثمن تسويات ترقيعية من 14 شباط 2005 لليوم. وعشية ذكرى 14 أذار كمان بدي أعتذر من كل الضحايا اللي سقطوا دفاعا عن لبنان العظيم. بدي أعتذر من رفيق الحريري وجبران التويني ومحمد شطح وسمير قصير ووليد عيدو وجورج حاوي. بدي أعتذر من كل قادة ثورة الأرز اللي سقطوا ضحية دفاعا عن بلد اسمه لبنان. بدي أعتذر من جوب الجاني، بدي أعتذر من ضحايا تفجير مرفأ بيروت، وبدي أعتذر من لقمان سليم. بدي أعتذر من كل الضحايا اللي سقطوا بس لأنهم دافعوا عن بلد اسمه لبنان. بدي أعتذر منكم إنه نحن لليوم بعدنا ساكتين على اللي عم يعمل تسوية أحساب دمكم وأحسابكم وأحساب حياتكم. بدي أعتذر إنه نحن يلي أقسمنا إنه نضلنا موحدين مسلمين ومسيحيين دفاعا عن هيدا البلد قسمونا وطرحونا وفرقونا، ومن شعب واحد مثل ما دايما بقلكم خلقوا منا شعوب على أرض وطن منكوب. بدي أعتذر من كل ضحية بعدها لليوم ناطرة العدالة، بعدها لليوم ناطرة على القليلة يرجع لبنان بلد العلم والثقافة، بلد الانفتاح، بلد الحرية والرأي الحر. وبدي أعتذر من الشعب اللبناني وقل له إنه عم نحصد يلي زرعناه كل هالسنين، عم نحصد يلي عملناه بإيدينا، لأن المسؤولين ما هبطوا علينا من السماء. نحن عملنا من الأحمق مسؤول، نحن سكتنا عن العميل والخاين، وهولي كلهم خلوا فرعون يتفرعن ويقلنا تحملناكم 40 سنة. نحن يا جماعة ببلد محتل، وفي ناس بعد مش معترفين، في ناس بدهم رئيس جمهورية، وفي ناس عم بيطالبوا كمان نعمل انتخابات بلدية بوطن محتل مع قرطة الحمقى الموجودين والتزوير والاشياء اللي بدها تنتج عنا. بس ان نحن ببلد طبيعي، لا نحن ببلد مش طبيعي. وعشية 14 أذار على القليلة ب 14 أذار ل 2023 كونوا رجال وقولوا انه لبنان تحت احتلال ميليشيا حزب الله الإيراني، ويتم تذويب كيان لبنان بعد ما تهدمت كل مؤسسات الدولة وتفككت. ما بقى عنا شيء غير مؤسسة الجيش يلي التيار العوني ماشي بالخطة مع حليفه الإرهابي وعم بيقوص عقائد الجيش. وما تقولوا ما كنا نعلم، لأن أنا اللي من 2017 بقول اللي عم بيصير اليوم. بدي أشكركم، بعتذر إذا طولت شوي، وأكيد في طلعات كتير راجعة على الإنستا، ويلي متابعيني بدي أقول لهم إنه أنا اشتقت أطلع على الإنستغرام لايف، وبدي أقول إنه قصة وطن تحت احتلال راجع مع لقاءات كتير مهمة، وراجع مع حكي كتير قوي، لأن اليوم مفروض نحكي بصفر خوف.
يسعد اوقاتكم والله يحميكم.